قالوا عيال حسين راشد الأربعة قد نفسنا من حب بقعة قانعة من يوم ما جتنا العلوم الفاجعة. أخباري خلت وضعنا ما مدمد، حصل لوالدنا العزيز حادث صدام، حادث مروع في ختام شهر الصيام، حتى انتقل رحمة الله والسلام في خامس العيد اصطفاها الله شهيد. مقدمة من أولاد المرحوم الحاج حسين رشيد معوضة، وهم حمدان حسين رشيد وأخوانه محمد حسين رشيد وسليم وإبراهيم وأولادهم. كتب كلمتها الشيخ يحيى محمد الجمل، أداء الشاعر أبو عقيل. حصريا على قناة المصمم بشار سبحانه الزغبي. باسم الذي يعلم بما تخفي الصدور وكل ما بيدور، فالإحساس والشعور سبحان من سبح له الحتف البحور، رازق لخلقه كل يوم رزقا جديد. نرسل قصيدتنا إلك يا أبو عقيل، أبيض تخلي دمعات السالي تزيل، خلانا واقس لحنا واهتز النقيل، لحنا شجيا يرعد الدنيا رعالي. قالوا عيال حسين راشد الأربعة قد نفسنا من حب بقعة قانعة من يوم ما جتنا العلوم الفاجعة. أخباري خلت وضعنا ما مهدمي، حصل لوالدنا العزيز حادث صدام، حادث مروع في ختام شهر الصيام، حتى انتقل رحمة الله والسلام في خامس العيد اصطفاها الله شهيد. أما في بعد الحديث حق الموتور أسعف إلى مشفى المؤيد مستظر، واحنا بجنبه كل واحد منتظر، عسى تعود الذاكرة له من جديد. وظل في غيبه بأكثر من زمان لخامس العيد، واني قد آن الأوان نزل عليها الموت وقال للوقت حان، في ساعة الموت ليس تنقص أو تزيد، لا فاد مستشفى ولا فاد علاج ولا الأطباء الماهرين ما بش خرج، لقد أتى قبض الأرواح قال زلاج، يقوم بقبض الروح في حينه أكيد، فالوقت ذي رب السماوات حدده، ما قط يتأخر دقيقة واحدة أو يصطدح حد يمنعه ويعانده، لأنه مأمور من الفارد المجلة. الحمد لله حمد دايم نحمده على قضائه والقدر ونوحده، هو اللي يرواح كل الأنفس في يده، هو الذي يصنع ويفعل من الله. والموت الواحد بس الأسباب تختلف، ناس يموت مصطوم وناس قلبه وقف، وناس بيموتوا في وقت الجلف، واكثر مقاتل ذا الزمن فوق الحديد. وحزنوا عليك يا والد الناس الجميع، ذي عرفك يا طيب القلب الوسيع، وحني مالك في قتامه والقطيع، عليك وحن البدو والابواب الحياة به، قلوبنا يابه عليك تقدر دماء من بعد موتك، جوي دنيا من ظلمة ندعو إله الأرض والسبع السماء، يسكنك في جنته يوم الوعد. حنيننا يابه عليك طول العمر، يا الأب اللي كان بهجتك مثل النمر، دموع عينينا عليك ذا تستمر، مثل المطر تسكب مع الحزن الشديد، شيلانك البني والاكواد والثياب، فدراج دولابك
وكل درج فيه باب، وصورتك من يوم وعد كانك شباب في معلقة الديوان بيت المعلى بعيد، وشم شيلانك ولد والنافحة بالمسك والكافور واجمل رايحة، بنشمهن كل يوم ونقرا الفاتحة لك يا الذي موتك بيوقدنا وقيد. حنيننا يا بعالك طول الدور، حنين قوي منزوع من داخل صدور، احفادك الكل الاناثي والذكور، والناس جميع حنوا عليك يا حسين رشيد، نرجو من الرحمن جلت قدرته أن يدخلك يابه في أوسع رحمته، ويسكنك ربي في أعلى جنته، تنعم وتاخذ كل ما نفسك تأمن، يستقبلينك حنتصل حور العيون بأجمل تراحيب أيها الأب الحنون، يا من توفي واعتقادك والركون على الذي كل الملوك العبيد، في داغة الله يا سراج عيوننا يا عز واغلى أبي يا تاج رؤوسنا، يا من على حسن الخلق ربيتنا، وكيف نتعامل مع فاتن. حصريا على قناة المصمم بشار سبحان الزغبي. بتلاوة القرآن وذكرى الله كثير، من بعد موتك جماع الجرن الكبير، حنيت عليك في الدعايم والفريق، 4 ومن بعد موت الوالدة حتى أتاك الموت بصدمة جامدة، بلغ تحيتنا لها متوافدة، أزكى التحايا ملا حصر وعديد لوالدتنا الفاضلة يا والدي الفاضلة اللي مات وهو مشفر ندي، رحمة يا لب الحكيم المقتدي بمكارم الإخلاق والقول السديد، والله يسكن والدتنا الغالية في جنة الخلد الهناء العالية، كانت سراج الكل غرفنا الطافية، محال ننساها مع الأب الوحيد، لقد عفينا عن غريمة عفو عام، والعفو من طبع الرجاجيل الكرام، لأن هذا شيء مقدر، والسلام لأصحابنا الكل القريبين والبعيد، والشكر موصول مننا لك يا مدير يا من موبايل، نشكرك شكرا كثير، وكل من جنبك من أصحاب الضمير الحي نشكركم جميع يا كل جيد، يا من وقفتوا جنبنا وقت اللزوم بعلاج والدنا، اجتهدتوا كل يوم لأنه كانوا رجل صادق خدم معاكم اجتهاد عالي جامين، حتى اصطفى الله رب العالمين من دار دنيا الهم والكود المهين إلى جنان الخلد بين الخالدين، فيها يظل خليدا مسرور سعيد، والختم صلى الله على سيد البشر، ذكر محمد تجلي الضيق والضير، يسعد من صلى عليه فاز وانتصر. صلوا حصريا على قناة المصمم بشار سبحان الزغبي.